السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم والليكتشر نمبر 25 in an accounting sciences. طبعا أنهينا المحاضرة اللي فاتت ال companies accounting، وشفنا ازاي في آخر جزئية في ال companies accounting درسنا ال items of the other assets. كنا طبعا مأجرينها في ال financial accounting، درسناها في ال companies accounting. ليه؟ لأن طبعا all the sciences of the accounting are related to each other. كل علوم المحاسبة الحقيقة مرتبطة بعضها البعض. النهاردة هنرجع تاني للفاينانشال اكاونتنج، طبعا المحاسبة المالية، والنهاردة هندرس موضوع هام جدا وهو موضوع الأصول الثابتة الفيكسد assets. فيكسد assets اللي هي الأصول الثابتة. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله محاضرتنا مع بعض. فيكسد assets. الحقيقة يا جماعة الكتاب بتاع المحاضرات متوفر، موجود باللغة الإنجليزية. اللغة العربية لسه أنا ما كملتوش الحقيقة، يعني قدامه فترة كده على ما يخلص بإذن الله إن شاء الله يعني. إنما اللغة الإنجليزية الحقيقة متوفر حاليا، موجود الحمد لله، يعني اللي عايزه ممكن يطلبه بإذن الله إن شاء الله يعني. الكتاب ده مألفه طبعا في المحاضرات اللي بشرحها موجودة فيه بإذن الله إن شاء الله يعني. النهارده هندرس ان شاء الله موضوع جديد، موضوع طبعا حيوي، اللي هو الاصول الثابته او الفيكسد اسيتس. وطبعا هي طبقا للمعيار الدولي اللي هو الاي اي اس، طبعا رقم 16، او المعيار المصري رقم 10. طبعا المعيار الدولي اي اي اس هي طبعا بيبقى رقم 16. طبعا في عندنا الاي اف ار اس والاي اي اس. الحقيقه يا جماعه في بعض المعايير بتبقى في الاي اي اس زي الفيكسد اسيد، موجود المعيار بتاعها الدولي اللي هو الاي اي اس رقم 16. الاي اي اس يا جماعه اول ما ظهرت المعايير الدوليه كانت ما قبل عام 2001. طبعا كانت انشاتها طبعا الاي اي اس سي. بعد 2001 ظهر الانترناشنال فاينانشال ريبورتس ستاندرد، اللي هي طبعا المعايير الدولية للتقارير المالية. طبعا دي كانت ما بعد عام 2001. الاثنين مكملتين لبعض، هي ما لغتش الاي اي اس، يعني الاي اف ار اس ما لغتش الاي اي اس. الاثنين مكملتين لبعضهم البعض. في معايير دولية بتبقى في بعض البنود المحاسبية بنرجع للاي اف ار اس، زي التأجير التمويلي بيبقى اي اف ار اس نمبر 16. اما الفيكسد اسيد بتكون الاي اي اس نمبر 16، ده طبقا للمعايير الدولية. Fixed assets, they are all the long-term tangible assets that the entity owns to use in its activity to create a future benefit for itself. الأصول الثابتة هي كل الأصول الملموسة. long term tangible يعني الملموسة، الأصول طويلة الأجل الملموسة اللي عندها physical entity، يعني طبعا أصل له كيان مادي ملموس. ذات ذا entity اللي هي الوحدة أو الوحدة الاقتصادية. owns تمتلكها أو تمتلكه. to use in its activity عشان من أجل استخدامه في نشاطها. to create a future benefit for itself، من أجل طبعا إن هي تحقق الأرباح لنفسها. يبقى الأصل الثابت بتكون المنشأة اقتنته أو اشترته من أجل أن تستخدمه في نشاطها الأساسي لتحقيق الأرباح. therefore ولذلك the fixed asset is explained in IAS اللي هو Ideal Accounting Standard، المعيار الدولي رقم 16 نمبر 16، المعيار الدولي رقم 16 and the Egyptian Accounting Standard نمبر 10. وطبعا بالنسبة للمعايير المحلية أو المصرية بيبقى رقم 10. الحقيقة عرفته المعايير بثلاث خصائص أو ثلاث شروط عشان نقول عليه أصل ثابت. by 3 conditions، لازم يبقى يتحقق فيه ثلاث شروط عشان نقول إن ده fixed asset أو ده أصل ثابت. الشرط الأول it must have a tangible physical entity، لازم يكون له كيان مادي ملموس. يبقى لازم الأصل الثابت يكون له كيان مادي ملموس. have a tangible physical entity، يبقى لازم الفيكسد asset يكون
have a tangible physical entity، كيان مادي ملموس. دي نمرة واحد. الحاجة التانية to serve more than one financial accounting period، لازم يخدم أكثر من فترة مالية محاسبية. يبقى الشرط التاني إن يكون الأصل الثابت ده بيخدم أكثر من فترة مالية، يخدم أكتر من فترة مالية محاسبية. تالت شرط that the purpose of purchasing it is not to resell it again but the purpose when purchasing it was to use in the principal activity to create a future benefit. يكون الغرض من شراء أو اقتناء الأصل الثابت ليس إعادة بيعه مرة أخرى، ولكن لكي يستخدم في عملية طبعا أو استخدامه في نشاط الشركة الرئيسي أو الأساسي لتحقيق الأرباح. يبقى عشان نقدر نقول ان اللي قدام ده اصل ثابت لازم ينطبق عليه 3 شروط. لو ال3 شروط دول متوفرين يبقى ده فيكسد اسيد او اصل ثابت. ان يكون له كيان مادي ملموس. الحاجة التانية ان هو يكون بيخدم اكثر من فترة مالية محاسبية. تكون المنشأة او الشركة قد قامت بشرائه من أجل استخدامه في نشاطها الأساسي لتحقيق أرباحها وليس لإعادة بيعه مرة أخرى. ما يكونش النية إن هي مثلا اقتنت الأصل الثابت ده أو قامت بشرائه من أجل إن هي تعيد بيعه مرة أخرى في المستقبل وتستثمر فيه وتبيعه بسعر أعلى. لا، يكون الغرض من شرائه هو استخدامه في نشاطها الرئيسي لتحقيق الأرباح. الثلاث شروط دول لو توفروا يبقى نقدر نقول ان ده فيكسد اسيد او اصل ثابت. ده طبقا للمعيار الدولي رقم 16 او المعيار المصري رقم 10. يبقى it must have a tangible physical entity, serve more than one physical accounting period. The purpose of purchasing the fixed asset not to resell it again، ليس لإعادة بيعه مرة أخرى، but to use in the principal activity to create a future benefit، لاستخدامه طبعا في النشاط الأساسي أو في مزاولة الشركة لنشاطها الأساسي من أجل تحقيق الأرباح. تمام؟ هو ده الشروط الثلاثة أو الثلاث شروط لتحقيق شرط أن يكون هذا هو الفيكسد أسيت أو الأصل الثابت. يجب أن يتحقق فيه الثلاثة شروط السابقة. إيه هم بقى الفيكسد أسيت زي إيه؟ The fixed assets are طبعا اللي هي اللاندز، طبعا الأراضي، البيلدينج المباني، machines and equipment الآلات والمعدات، التولز العدد، means of transport and transfers وسائل النقل والانتقالات، furniture and office equipment الأساس وتجهيزات المكاتب. lands building المباني، machines and equipment الآلات والمعدات، tools العدد، means of transport and transfers وسائل النقل والانتقالات، furniture and office equipment الأساس ومعدات المكاتب. الأساس وتجهيزات المكاتب. تمام. الكوست اوف فيكسد اسيت اللي هي تكلفة الأصل الثابت. تكلفة الأصل الثابت cost of fixed asset. cost of fixed asset الحقيقة بتبقى عبارة عن ثمن الشراء وكل ما ينفق على الأصل الثابت حتى يكون جاهزا للاستخدام. دي قاعدة عامة كده للفيكسد اسيت طبقا للاي اي اس نمبر 16 والايجيبشن ستاندرد اكاونتنج نمبر 10. ان لازم الكوست اوف فيكسد اسيت بتبقى بتساوي البرشيز برايس plus everything spent on the fixed asset to make it fit for use. ثمن شراء الأصل الثابت بالإضافة إلى كل ما ينفق على الأصل الثابت حتى يكون جاهزا للاستخدام أو معدا للاستخدام. يبقى ال cost of fixed asset equal the purchase price plus everything spent on the fixed asset to make it fit for use. ثمن الشراء بالإضافة إلى كل ما ينفق على هذا الأصل الثابت حتى يكون معدا وجاهزا للاستخدام. تمام؟ دي بتبقى ال cost of the fixed asset.
هي تكلفة الأصل الثابت. تكلفة الأصل الثابت لما نيجي نسجل الأصل الثابت الفيكسد أسيد بالكوست دي، طبعا احنا عارفين ان في هناخد نبدأ طبعا في الفيكسد أسيد دلوقتي جاي لنا اسمه الهيستوريكال برنسبل أو الهيستوريكال كوست برنسبل، اللي هو مبدأ التكلفة التاريخية. هنشوفه مع بعض دلوقتي. هيقول ان احنا لازم نسجل الأصل الثابت بالثمن اللي احنا طبعا اقتنيناه بيه أو بالكوست. فطبعا حضرتك تبقى عارف ان الكوست بتاعت الفيكسد اسيد اللي هي البرشيز برايس، وكمان بالاضافه الى بلس everything spent on the fixed asset to make it fit for use. اي شيء طبعا انفق على هذا الاصل الثابت حتى يكون جاهزا للاستخدام. مثلا اقول لحضرتك زي ايه؟ لو مثلا العربيه طبعا جديده جايه هتستخدم في نشاط الشركة، الترخيص أول مرة بيبقى من ضمن تكلفة السيارة، لأن العربية مش هتمشي في الشارع من غير الترخيص. فالترخيص ده أول مرة بيكون ضمن تكلفة السيارة، يعني طبعا شراء السيارة دي زائد كمان لو المنشأة هتستخدمها في نشاط النقل بتاعها، طبعا بتبقى ثمن سيارة النقل زائد الترخيص لأول مرة، لأن العربية مش هتمشي من غير ما تطلع الترخيص. لكن يا جماعة بقى لو جينا نرخص تاني مرة بعد 3 سنين مثلا أو بعد سنة جينا نطلع ترخيص تاني، في الحالة دي يا جماعة ما بيدخلش ضمن تكلفة الأصل الثابت. دي حاجة مهمة جدا. في الحالة دي بيدخل في المصروف، وبيبقى مصروف تجديد ترخيص، ما بيدخلش في طبعا ضمن تكلفة السيارة اللي هي طبعا استخدمت ومشيت في الشارع خلاص واستخدمتها المنشأة خلاص كده. ده كده بيبقى الكوست برايس بتاعها خلاص انتهى كده، ما بيتضافش عليه حاجة تانية. لما نيجي نجدد الترخيص بيدخل ضمن المصروف يا جماعة، ضمن الاكسبنسز التجديد بتاع الترخيص. لكن الترخيص لأول مرة بالنسبة للسيارة بيدخل ضمن الكوست اوف ذا طبعا طبعا اللي هي السيارة، طبعا تكلفة السيارة. في حاجة تانية يا جماعة برضو، لو كانت آلة جاية والآلة دي جاية من بره دفعنا فلوسها، وكمان محتاجة تدريب للعاملين، في الحالة دي بقى هنا بتختلف الوضع يا جماعة. التدريب العاملين هنا بيبقى ما بيدخلش ضمن التكلفة بتاعة الآلة، لأن الآلة بتشتغل عادي خالص مش محتاجة. لو في عاملين مدربين طبعا بيقدروا إن هم يشتغلوا مع الآلة عادي جدا، إنما طبعا مصاريف التدريب دي بتدخل ضمن المصروفات الإكسبنسز، ما بتضافش على الكوست أوف ماشينز. غير الكوست اوف لوري طبعا كان في الحاله دي طبعا الترخيص لاول مره، ان العربيه مش هتستخدم مش هتمشي في الشارع من غير ترخيص، فالترخيص لاول مره بيدخل ضمن الكوست بتاعه اللوري طبعا. انما تدريب العاملين لا، طبعا الاله بتستخدم عادي جدا وبتشتغل عادي جدا. التدريب مصاريف تدريب العاملين في الحاله دي بتبقى ضمن الاكسبنسز، مش بتدخل ضمن الكوست بتاعه الماشين. دي حاجات برضو حبيت برضو ان انا اوضحها يعني. تمام. انما لو آلة جاية ومحتاجة قطع غيار او محتاجة ان هي تتركب علشان تشتغل، في الحالة دي يا جماعة كل المصاريف اللي هي بتدفق عليها حتى تستخدم او تتركب وتستخدم، في الحالة دي طبعا بتدخل ضمن الكوست اوف الفيكسد اسيد او الكوست اوف ذا ماشين. تمام يا جماعة. هنيجي دلوقتي يا جماعة نشوف حاجة جديدة، وهي ال stages of development of a fixed asset. مراحل تطور الأصل الثابت. الأصل الثابت بيمر بالinvestment spending الإنفاق الاستثماري، وبيمر بالسكند ستيج اللي هي الانفستمنت فورميشن أو التكوين الاستثماري. الحقيقة إن هو أول حاجة في أي أصل ثابت بيمر ب 3 stages. الستيج نمبر 1 اللي هو الانفستمنت سبيندنج الانفاق الاستثماري، ثم بيمر بالستيج نمبر 2 اللي هو يبدا يتكون الشكل الاصل الثابت الغير مكتمل، فبيكون اسمه انفستمنت فورميشن التكوين الاستثماري. الستيج نمبر 1 مع الستيج نمبر 2 بيسموا بروجكتس اندر بروجريس مشروعات تحت التنفيذ، او بروجكت ان بروجريس مشروعات تحت التنفيذ. يبقى الانفستمنت سبيندنج والانفستمنت فورميشن الاثنين دول بيسموا بروجكتس اندر بروجريس او بروجكت ان بروجريس.
اللي هو الإنفاق الاستثماري والتكوين الاستثماري، يسموا مشروعات تحت التنفيذ. اللي هي الانفستمنت سبيندنج والانفستمنت فورميشن، الاثنين مع بعض بيبقوا البروجكتس ان بروجريس او البروجكتس اندر بروجريس. ثم يكتمل الاصل الثابت اخيرا اللي هي الستيج نمبر 3، اصبح فيكسد اسيت، اصبح اصل ثابت. يبقى انفستمنت سبيندنج انفاق استثماري، والانفستمنت فورميشن التكوين الاستثماري اللي هم البروجكتس ان بروجريس او البروجكتس اندر بروجريس. ثم اخيرا يكتمل الاصل الثابت ليصبح جاهزه للاستخدام ويصبح اصل ثابت فيكسد اسيت. يبقى كان investment spending ثم investment formation ثم fixed asset. دي اللي هي الحقيقة ال stages of development of a fixed asset، مراحل تطور عمر الأصل الثابت. بيكون طبعا إنفاق استثماري ثم تكوين استثماري ثم أصل ثابت. investment spending و investment formation projects اللي هي in progress أو under progress. أخيرا بيبقى الستيج نمبر 3 اللي هو الفيكسد asset. نيجي نشوف اكزامبل على الكلام ده يا جماعه، نوضحه باكزامبل. when a contracting company builds a building for the company، عندما تقوم شركة المقاولات ببناء مبنى للشركة for the purpose of using it in an administrative building، لغرض ان هي الشركة تقوم باستخدامه كمبنى إداري. what is the accounting registration in the following cases؟ كيف ستكون المعالجة المحاسبية في الحالات الآتية؟ شركة مقاولات هتقوم ببناء مبنى للشركة عشان الشركة تستخدمه كمبنى إداري لها. هيبقى في المعالجة المحاسبية لكل حالة من الحالات الآتية ستكون كيف ستتم معالجتها. هنشوف نمبر 1 أهو. when the contracting company initially takes the amount from the facility without providing any services. الحالة الأولى يا جماعة، نفترض بقى إن شركة المقاولات خدت مبلغ من الشركة دون أن تقدم أي خدمات أو تشتري أي شيء لزوم البناء، مجرد مبلغ بس كده. طبعا ربط كلام يعني دفعته الشركة لشركة المقاولات. هنعمل الاكونتنج ريجستريشن ازاي هنعمل التسجيل المحاسبي أو المعالجة المحاسبية في هذه الحالة. الحقيقة يا جماعة شركة المقاولات هنا أصبحت بالنسبة للشركة مدينة. فإحنا طبعا هنقول from debtors لأن شركة المقاولات ما قدمتش أي خدمة لسه، هي خدت مبلغ من شركتنا وأصبحت مدينة بالمبلغ ده، مدينة للشركة بالمبلغ ده. وطبعا ما قدمتش لسه أي حاجة ولا اشترت حاجة، فتعتبر من الحساب المدينون أو طبعا الديبيتورز. يبقى هنقول في الديبت سايد from debtors. وطبعا احنا دافعين، الشركه دفعت بيقول لك provided that the company pays the amount by check from the bank. طبعا بيقول لحضرتك افترض ان الشركه دفعت المبلغ ده بشيك، قدمت شيك طبعا من البنك، ما دفعتش من الخزينه. فهنقول طبعا في الكريدت سايد to the bank، يبقى from debtors to the bank. ده في حاله لو شركه المقاولات خدت مبلغ وما قدمتش اي خدمه للشركه. طيب الكيس نمبر 2 بقى بيقول لحضرتك when the company pays and prepaid payment to the contracting company. في حالة بقى لو كانت الشركة بتاعتنا دفعت مبلغ مقدم لشركة المقاولات to purchase sand and bricks. هنا بقى شركة المقاولات خدت المبلغ ده عشان تشتري بيه رمال وطوب، رملة وطوب for construction supplies، طبعا لزوم الإنشاء. for the company's administration building، ده طبعا علشان لزوم بناء المبنى الإداري. الحقيقة هي خدت من الشركة مبلغ in the amount of 100,000 pounds، خدت مبلغ 100,000 جنيه من الشركة لشراء الرمال والطوب. في الحالة دي يا جماعة كده دخلنا في مرحلة الإنفاق الاستثماري اللي هو الستيج نمبر 1 in the fixed asset، اللي هي مرحلة الإنفاق الاستثماري. لأن لسه إحنا طبعا الشركة كده أنفقت على لزوم البناء، لزوم بناء الأصل الثابت، لكن لسه ما تكونش أصل ثابت حتى ولا ظهر ولا حاجة، لكن إحنا بنشتري لزوم البناء بتاعة الأصل الثابت. هنشتري رملة وشركة المقاولات تاخد الفلوس دي تجيب بيها رملة وتجيب بيها طوب عشان يتبنى بيها المبنى الإداري، لزوم بناء المبنى الإداري.
فيبقى في الحاله دي هنقول from في الديبت سايد هنقول from the investment spending اهو يا جماعه من حساب الانفاق الاستثماري. وزي ما قلت لحضراتكم من الستيج نمبر 1 والستيج نمبر 2 يبقوا اسمهم بروجكت ان بروجريس، مشروعات تحت التنفيذ. يبقى الانفاق الاستثماري مشروعات تحت التنفيذ الى حساب البنك ب 100,000 جنيه. 100,000 from investment spending project under progress to the bank بال 100,000. تمام يا جماعه؟ ده لو شركه المقاولات في الستيج نمبر 1 خدت الفلوس تجيب بيها رمال وطوب عشان ايه؟ لزوم بناء الادمنستريشن بيلدينج، لزوم بناء المبنى الاداري للشركه. فقلنا من حساب الانفاق الاستثماري الى حساب البنك. from the investment spending اللي هو البروجكت in progress او البروجكت under progress to the bank ال 100,000. نيجي نشوف الكيس نمبر 3 يا جماعه. when the company receives the unfinished administrative building اللي هو under construction from the contracting company and paid an amount of 250,000 pounds. الحقيقة يا جماعة في المرحلة دي بقى شركة المقاولات رمت الأساس بتاع المبنى، وكمان المبنى ظهر على وجه الأرض، يعني بنت دور أو دورين كده من المبنى الإداري لكنه غير مكتمل الإنشاء، بس بدأ يتكون المبنى قدامنا. الشركة بتاعتنا جت شافت المبنى، لقيته طبعا لسه يعني بدأ يبان بقى، طبعا اتكون ولكن لم يتم طبعا اكتمال بنائه. هنا بتكون المعالجة المحاسبية بقى ان احنا بنقفل الانفاق الاستثماري في التكوين الاستثماري. خلاص يبقى لزوم البناء، فلوس لزوم البناء دي طبعا خلاص هتتقفل في طبعا المرحله الثانيه اللي هي السكند ستيج بتاعت الفيكسد اسيت اللي هي الانفستمنت فورميشن. هنقفل الانفستمنت سبيندنج الانفاق الاستثماري في الانفستمنت فورميشن، هنقفل الانفاق الاستثماري في التكوين الاستثماري. هنا لما الشركه جت وشافت المبنى غير مكتمل الانشاء او تحت الانشاء، هنا بقى في الحاله دي دفعت مبلغ 250,000 جنيه تانيين فوق ال 100,000 جنيه اللي هي كانت دفعاهم من الأول. فيبقى احنا عندنا كده في 250,000 جنيه هيدفعوا من طبعا من البنك عن طريق شيك من البنك. فهيبقى على طول حضرتك تبقى عارف ان في الكريدت سايد في 250,000 جنيه تو ذا بنك. ده أول حاجة في الكريدت سايد، هنحط ال 250,000 جنيه الجداد دول إلى حساب البنك. يبقى احنا عندنا دي مرحلة السكند ستيج اللي هي التكوين الاستثماري، اللي هي ايضا من البروجكت ان بروجريس او البروجكت اندر بروجريس. يبقى احنا هنقول بقى هنا from في الديبت سايد from الانفستمنت فورميشن التكوين الاستثماري، ان المبنى اصبح متكون قدامنا بقى موجود، تكون المبنى اتصب طبعا الاساس بتاعه، وطبعا بدأ يظهر على وجه الارض طلع دور او دورين لكن لسه تحت الانشاء. يبقى بنقول هنا فورميشن اتكون المبنى، فبنقول from investment formation بالمبلغ الاجمالي اللي دفعته الشركه. كانت دفعه في الكيس نمبر 1 100,000 ودفعت في الكيس نمبر 2 كمان 250,000. يبقى معنى كده ان اجمالي ما دفعته الشركه لشركه المقاولات حتى الان 350,000. يبقى هنقول في الديبت سايد ال 350,000 اجمالي ما دفعته الشركه كله اصبح دلوقتي في مرحله التكوين الاستثماري، ان المبنى اتكون ولكن لم ينتهي بعد، اصبح تحت الانشاء. يبقى 350,000 from investment formation التكوين الاستثماري project in progress او project under progress مشروعات تحت التنفيذ ولكن في مرحلة التكوين الاستثماري. two mentions الى مذكورين، وقلت احداهما في الكريدت سايد اللي هو البنك بالمبلغ الجديد اللي هو ال 250,000. لكن كان في عندنا
150,000 اللي هي الانفستمنت سبيندنج، دي طبعا هتتقفل في التكوين الاستثماري. هنقفل بقى الانفاق الاستثماري ال 100,000 جنيه اللي كنا دافعينها قبل كده، هنقفلها في التكوين الاستثماري. يبقى عندنا في الكريدت سايد هيكون تو منشنز، من الى مذكورين الى مذكورين في الكريدت سايد الى مذكورين، اللي هو الانفاق الاستثماري وحساب البنك. الانفاق الاستثماري كنا دافعين 100,000 جنيه، هيتحطوا ال 100,000 جنيه اهم بتوع الانفاق الاستثماري، وهيتحط ال 250,000 جنيه دول الى حساب البنك. 250,000 جنيه الاخرى اللي اتدفعوا الى حساب البنك، وال 100,000 جنيه الاولانيين بتوع الانفاق الاستثماري اتقفلوا في التكوين الاستثماري. يبقى الكيد هيكون 350,000 جنيه اللي اتدفعوا كلهم على بعض. الشركة دفعت كل المبلغ لحد دلوقتي 350,000 جنيه ده من حساب التكوين الاستثماري إلى مذكورين. طبعا المبلغ الجديد اللي اتدفع في كريدت سايد في الجانب الدائن اللي هو ال 250,000 جنيه إلى حساب البنك، وال 100,000 جنيه اللي هي كانت في دفعهم قبل كده في الانفاق الاستثماري عشان شراء الرمال والطوب، طبعا هيتحطوا ايضا في الكريدت سايد في الجانب الدائن. يبقى في الجانب الدائن الى مذكورين اللي هو حساب الانفاق الاستثماري اللي اتقفل في التكوين الاستثماري، وايضا حساب البنك اللي طبعا المبلغ الجديد اللي دفعته الشركه عند تكوين المبلغ اللي هو ال 250,000 جنيه. يبقى كده اهو 350,000 from investment formation بروجكت ان بروجريس، التكوين الاستثماري اللي هو مشروعات تحت التنفيذ. تو منشنز الى مذكورين اللي هو ال 100,000 اللي هي الانفستمنت سبيندنج الانفاق الاستثماري، وال 250,000 اللي هي البنك. نيجي نشوف بقى الكيس نمبر 4. when the company receives the administrative building from the contracting company. عندما طبعا الشركة بقى خلاص المبنى اكتمل، خلص المبنى، اكتمل المبنى الإداري. جت بقى هنا الشركة بعد ما خلص المبنى جت استلمته من شركة المقاولات. هي ما دفعتش فلوس بقى، خلاص هي جت استلمت المبنى. في الحالة دي بقى هيتقفل التكوين الاستثماري في الأصل الثابت، أصبح أصل ثابت. خلاص المبنى خلص، أصبح فيكسد أسيد، أصبح أصل ثابت. يبقى هنقول from the fixed asset بإجمالي المبلغ اللي هو 350,000 جنيه. يبقى 350,000 جنيه دول from الفيكسد assets، طبعا هي building مباني، to investment formation إلى حساب التكوين الاستثماري. 350,000 جنيه من حساب الأصل الثابت إلى حساب التكوين الاستثماري بعد ما انتهى الأصل الثابت أو خلص أو تم إنشاؤه خلاص وأصبح جاهزا للاستخدام. تم إقفال التكوين الاستثماري في الأصل الثابت، خلاص المبنى اكتمل واستلمته الشركة. يبقى 350,000 from الفيكسد أسيد اللي هي كانت في الفيكسد أسيد تحديدا البيلدينج المباني، طبعا إن هو مبنى إداري، to 350,000 الانفستمنت فورميشن، 350,000 جنيه اللي هم كانوا التكوين الاستثماري. يبقى معنى كده يا جماعة ان اول حاجة لما تيجي الشركة تدفع فلوس لشركة المقاولات عشان تشتري طوب ورملة بيبقى ده اسمه انفستمنت فورميشن. وبعدين لما المبنى يبدأ يظهر بيبقى من الانفستمنت فورميشن للانفستمنت سبيندنج. بعد كده اكتمل المبنى خلاص واستلمناه، استلمته الشركة، بنقفله بقى بيبقى خلاص أصل ثابت. بنقول from fixed asset to investment formation. يبقى أول حاجة يا جماعة تاني مرة تالتة، طبعا أول ما بتيجي الشركة تدفع فلوس لشركة المقاولات عشان تشتري لزوم أو لوازم البناء أو لزوم البناء، ففي الحالة دي بيبقى الانفستمنت سبيندنج اللي هي بروجكت ان بروجريس او اندر بروجريس، الانفاق الاستثماري مشروعات تحت التنفيذ. وطبعا بيدفع من البنك تبقى تو ذا بنك. وبعدين ما بيبدأ المبنى اترمى الأساس بتاعه وبدأ المبنى يظهر على وجه الأرض، طبعا مثلا سواء طبعا اتبنى دور أو دورين،
في الحالة دي، لكن لسه المبنى ما انتهاش طبعا، لسه هي ما اكتملش، لسه تحت الإنشاء. فطبعا بنجيب الانفستمنت از بيندنج في الكريدت سايد، وبنقفلها في الانفستمنت فورميشن. يبقى ده التكوين الاستثماري، مرحلة التكوين الاستثماري. يبقى بنقول from investment formation to investment is pending. ثم بعد ذلك طبعا انتهى المبنى، بقى أصبح جاهزا للاستخدام، وقامت الشركة باستلامه من شركة المقاولات. فبنقفل الانفستمنت فورميشن في الفيكسد اسيد، فبنقول from fixed asset to investment formation. ودي بتكون الستيج نمبر 3 للفيكسد اسيد. أرجو إن الكلام يكون مفهوم لحضراتكم وواضح لحضراتكم يعني. ان شاء الله باذن الله هنكمل في المحاضره القادمه باذن الله ان شاء الله موضوع الفيكسد اسيد. الى ان اراكم في المحاضره القادمه، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.